بيبتدي الفيلم في المستقبل وبنعرف ان كان في نيزك ضخم هيخبط الارض وبيهدد البشرية بالانقراض، فاجتمعت كل دول العالم علشان يشوفوا حل للنيزك، واتفقوا ان هم هيعملوا مستعمرة لرائدين الفضاء على القمر، وهيكون معاهم صواريخ نووية يضربوا بيها النيازك لما يشوفوها قربت على الارض. وفعلا ده اللي بيحصل، وبعد مدة من التخطيط قدروا ان هم يعملوا المستعمرات، وبالفعل قدروا ان هم يضربوا النيزك ويفجروه. بعد كده بنشوف رائد فضاء اسمه يو بيخرج من اوضته بعد ما المهمة خلصت، وشاف كل اصحابه فرحانين جدا ان هم نجحوا في تفجير النيزك، وبيروح يو يرحب بالقائدة بتاعته اللي اسمها تشانج، لكن تشانج بتهزقه لانه كسول جدا وبتقول له يرجع لاوضته. فجأة بيجي لتشانج خبر ان حطام النيزك هيقع على القمر وهيدمر كل حاجة موجودة. شغال تشانج الانذار وكله جرى على الصواريخ علشان يرجعوا لكوكب الارض. في الوقت ده يو كان لابس السماعات وقاعد في اوضته بيرقص، وما خدش باله ان هم بيهربوا من القمر، ولما بيشوف ان هم بيهربوا بيلبس بدلته بسرعة وبيركب العربية وبيجري ناحية اخر صاروخ، لكن وهو في الطريق بيقع في حفرة.